السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم، اخباركم ايه؟ النهارده جايبه لكم طريقه سهله خالص وبسيطه للناس اللي حابه تاكل جلاش وحلويات رمضان بطريقه سهله جدا ومش مكلفه، وهنرضي فيها كل الاطراف. دي لفه جلاش كامله انا عملتها. بصراحه كانت جميله خالص، وشكلها بصراحه يشهي اكنها بجد بجد من محل حلويات انت مشتريها. هوريك الطريقه ازاي وازاي عملنا كل ده، وبأبسط حاجة وبأقل تكاليف عندك في البيت، وهنرضي جميع الأطراف اللي بيحبوا محشي واللي بيحبوا سادة كمان. بنفس لفة الجلاش الواحدة رضيت الكل. نقول بسم الله ونبدأ. أنا بجيب لفة جلاش. لفة الجلاش أنا هقسمها على تلات تلات حتت يعني، أو على تلاتة، على تلاتة. اللفة الواحدة فيها 5. تمام. انا ممكن اعملها 4 او اعملها 3، بس انا حابه ان بتبقى الجلاشه معايا سميكه، او بمعنى اصح مورجه اكتر، فيها طبقات اكتر. انا بجيبها وبدهنها زي ما انت. انا ممكن ادهن طبقه طبقه، لكن انا حبيت ان انا طريقه سهله ان انا احطها قدامي كده، واخد النص وادهنه زي ما انتم شايفين كده، ورقه ورقه معايا اهو. بالسمنه معايا، على فكره بتاخدش سمنه كتير، هي بالظبط خدت نص كوبايه سمنه. ومجهزة معايا حشو، وهعمل منها بنفس الصينية. هعمل منها، في ناس بتحبه سادة وناس بتحبه محشي، فأنا حبيت أراضي الكل. وبتاخديها كده طبقة طبقة، وبرجعها تاني زي ما انتم شايفين اهو. دي هعملها سادة، مش هحط فيها أي حشو معايا خالص اهو. كده ال5 طبقات معايا مدهونين كلهم. تمام. هعكس الناحية التانية اهو، زي ما عملت كده النص التاني اهو، اكنك بتطبقي ورقه وبتطبقي كتاب معاكي بكل بساطه، من غير ما تتكشكش منك في الصينيه زي ما كنا بنعمل زمان اهو. كده انا خلصتها. هلفها بقى على بعضيها. هطبق اكنك بتطبقي حاجه. بصي اهو، بكل بساطه بكل بسهوله، وانتي بتهنيها هتطلع معاكي مورجه واحده واحده. انا كده خلصتهم. هروح اتنيها وادهن الصينيه. صينية حسب المقاس اللي انت عايزاه، ولا لو صينيتك كبيرة ممكن تعملها على 4، مش شرط 3 اهو، اكنها مطبقة عندك. بص وسمكها ما شاء الله. انا حابة ان هي تكون 3 عشان يبقى فيها سمك ويبقى فيها لحم. تمام. ادي اول واحدة. التانية هعملها بنفس الطريقة اهو. هدهن طبقة، والطبقة اللي بعديها 3 اهو، 4، 5. هعكس. انا مسرعة الفيديو شوية لان هو بصراحة كان سهل خالص، وما خدتش 10 دقايق في عميله، ويطلع معاكي ما شاء الله. انا قصدي ان انا عملتهم على 3 عشان يبقى معاكي رول او عدد من الطبقات اكتر. بصها بتطبقيه عادي بكل بساطة. ممكن تعملي 10 علب دلوقتي وانت قاعدة في عزومة كبيرة، مش محتاج. انا هوريكي. بصي دي بقى، دي حبيت ان انا اوضح لك ازاي انا فردتهم اهو. دي واحدة، واخد الطبقة اللي بعديها اهو. انا عاملاها زي كروسة، كان كروسة او كشكول بتفتحيه اهو. تطلع معاكي سليمة وما شاء الله. طبعا الجلاشة لازم اسيبها تفك، ما تبقاش جامدة، عشان لما تيجي تشتغلي بيها كده ما تكسرش منك وتتقطع. يعني ديها حريتها قدام، يعني تبقى من امبارح مجهزاها او من الصبح كده لو انت هتشتغلي اهو. وهحشيها كمان دي. والحشو عندك فول سوداني وجوز هندي، يعني اللي مشيت بيه في البيت وطلع احلى جلاش اهو. طبقتها كده بكل سهولة، وادهن وابدا اقطع فيها. طبعا في الحاله دي انا عامله الشربات انا مش جايبه لكم هنا في الفيديو، لان انا عملته كتير عندك على القناه. هو كلهم كوبايتين سكر، وعليهم كوبايه ونص ميه، وعصره ليمون، وورقه او معلقه فانيليا، وتحطيهم على النار. مفيش 5 دقايق بالظبط بيغلوا، بيبقى احلى شربات. ويا ريت تسيبيه من امبارح او قبلها من بدري بكام ساعه، بحيث ان هو يبقى بارد. انا بقطعه مثلثات، تقطع زي ما انت عايزه الشكل اللي انت حابه يطلع بيه. طبعا انا هنا عامله 2 محشيين وواحده ساده، لان في ناس في البيت عندي وحد بيحبه ساده وواحد ما بيحبوش محشي خالص. فبصي طلع بصراحه روعه. كده احنا دخلناه الفرن. الفرن طبعا كان على درجة حرارة سخنة، او انا مشغلاه من شوية بحيث ان هو يبقى سخن. اي معجنات اي حلويات لازم الفرن بتاعك يبقى سخن، يطلع معاكي مجرمش بالشكل ده. وبنزل عليه بالشربات واحدة واحدة. اتمنى ان انتي لو وصلت لحد هنا للفيديو تدوسي لايك كده ويعجبك ان شاء الله، واشتركي معنا في القناة عشان يوصلك منا كل جديد. احلى جلاش بطريقة او محلات الحلويات اكنك بالظبط احسن شيف واحلى شيف. متعي اسرتك وبالهنا والشفا، وكل سنة وانتم طيبين. بصوا جمالته حلاوته، مجرمش من بره وطري من جوه.
اتمنى يكون الفيديو بسيط وسهل جدا لاي حد عايز يعمل اي حلويات في البيت بطريقة سهلة وبسيطة وغير مكلفة خالص. بصوا ما شاء الله. بس متنسوش الاشتراك في القناة ولايك حلو منكم كده للفيديو. السلام